السلام عليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام يفيدك. اليوم بغينا نهضروا على موضوع كيهم بزاف ديال النساء، المرأة الموظفة المتزوجة واللي عندها أطفال. كيفاش تقدر توازن بين الخدمة، مسؤولية البيت وتربية الأولاد بلا ما تضيع نفسها وسط هذه الضغوط كلها. المرأة اليوم ما بقاتش غير مسؤولة على الدار، ولات كتخرج تخدم، كتساهم ماديا، وكتحاول في نفس الوقت تكون أم حاضرة وزوجة واعية. ولكن هاد الأدوار كلها ملي كيتجمعوا كيخلقوا ضغط كبير بزاف، وأحيانا كيخلي المرأة تحس أنها ما قادراش تواكب كل شيء. النهار ديال المرأة الموظفة غالبا كيبدا بكري بزاف، كتفيق قبل الجميع، كتوجد الفطور، كتفيق الأطفال، كتوجدهم للمدرسة، ومن بعد كتجري للخدمة. وفي الخدمة خاصها تركز وتخدم مزيان، ولكن عقلها مرات كيبقى مع وليداتها، واش كلاو، واش مرتاحين، واش شي حاجة وقعت. ومن بعد كتسالي الخدمة وترجع للدار، وهنا ماشي راحة، كيبدا شغل آخر، الماكلة، تنظيف، الواجبات المدرسية، والاهتمام بالعائلة. هذا الروتين كيخلي بزاف ديال النساء يحسوا بالإرهاق النفسي والجسدي، وحتى إلا سكتوا من الداخل كيكون الضغط كبير. المشكل الكبير هو أن المجتمع مرات ما كيعترفش بهذا التعب، كيبان للناس أن المرأة خاصها دير كل شيء بشكل عادي، بينما هي كتحتاج دعم وتفهم. من بين النصائح اللي نقدر نقدمها ليك سيداتي، أول نصيحة هي ما تحمليش كل شيء بوحدك. إلا عندك زوج خاص تكون المسؤولية مشتركة، تربية الأطفال والاهتمام بالبيت ماشي مهمة ديال الأم بوحدها. التعاون داخل الأسرة ضروري وكيخفف بزاف من الضغط. ثاني نصيحة، نظمي وقتك ولكن بلا ضغط كبير على نفسك. ديري لائحة بسيطة ديال الأولويات كل نهار، ماشي ضروري كل شيء يكون كامل ومثالي، ركزي على الأهم وخلي التفاصيل الثانوية لوقت آخر. ثالث نصيحة، علمي ولادك يعتمدوا على راسهم حسب العمر ديالهم، خليهم يشاركوا في بعض المهام الصغيرة، يرتبوا حوايجهم، يجمعوا ألعابهم، يساعدوك في شي حاجة بسيطة. هاد الشي كيخفف عليك وكيربي فيهم المسؤولية. رابع نصيحة، خذي وقت لنفسك، حتى إلى غير نص ساعة في النهار، جلسة هادئة، قهوة، قراءة، مشي قصيرة، أي حاجة كترد لك الطاقة. حيث إلا نسيتي نفسك غادي يجي وقت وتولي معصبة ومضغوطة، وهذا الشيء كيأثر عليك وعلى ولادك. خامس نصيحة، ما تقارنيش راسك بحتى وحدة. كاين نساء كيبانوا ناجحات في كل شيء من برا، ولكن كل دار عندها قصتها. انتي ركزي على حياتك وعلى أنك ديري اللي تقدري عليه حسب ظروفك. رسالة لكل امرأة موظفة أو أم، إلا كنتي امرأة خدامة متزوجة وعندك أطفال، راه اللي كديريه ماشي بسيط. كل صباح كتبدي معركة جديدة، وكتحاولي توقفي ما بين بزاف ديال الحوايج. حتى إلا ما قالوها ليك، راكي كديري مجهود كبير ويستحق التقدير. ماشي ضروري تكوني أم مثالية ولا زوجة مثالية ولا موظفة مثالية، المهم هو تبقاي متوازنة وتحافظي على صحتك النفسية، حيث الأسرة كاملة كتحتاجك وانتي مرتاحة، ماشي محروقة ومتعبة. في الأخير، التوازن ما بين العمل، البيت والأطفال ماشي سهل، ولكن ممكن إذا كان تنظيم، تعاون ورحمة مع النفس. خلي في بالك أن النجاح الحقيقي ماشي أنك تديري كل شيء بلا تعب، ولكن أنك تعرفي كيفاش تكملي الطريق بلا ما تنسي نفسك. كل مرة كتجاهد باش توفق ما بين الخدمة والدار راه قصة قوة بحد ذاتها. خاص كل وحدة تعرف الاهتمام بنفسك ماشي أنانية،
بل ضرورة باش تقدري تعطي الأفضل لعائلتك.